الحكاية بدأت أنا تغيرت عن البيت فترة يعني يومين ثلاثة. كنت عند ناس جرايبي رايحة أعصابي من الضغط بتاع الشغل ومن البيت، وكان في يعني خلاف بسيط بيني وبين أبونا. كان بس عندك معلش كان عندك خلاف ما بينك وبين ابونا، اه وخلاف زوجي ولا خلاف ديني؟ زوجي زي أي بيت. نعم تفضلي. بس فلما تغيرت وأنا ما كنت غلطت إن أنا ما قلتش لحد إن أنا في مكان في وجودي، وهم في البيت عملوا إن أنا يعني متغيبة ومش عارفين مكاني، فراحوا بلغوا أمن الدولة وبلغوا، فعملوا مظاهرات برضو. ابتدى يطلع بقى الكلام إن أنا مخطوطة وإن أنا لحظة أخت كاميليا، رحتي عند حد من العائلة قرايب ولا مين؟ قرايبي من بعيد. بس قرايب من بعيد. في حد كان يعرف فين رحتي ولا لا؟ لا، ما حدش كان يعرف. ما هي دي كانت غلطة إن أنا ما قلتش لحد يعني. وسبتي ابنك مع مين؟ سبت ابني مع حماتي. مع بعت. حماتك. اه وقلت لها انك رايحة ولا ما قلت لهاش؟ أنا ما قلتهاش. ما حدش كان يعرف في البلد خالص. فزعلتي رحتي كم يوم تقريبا؟ تقريبا كان 3 أيام. 3 ايام. اه وبعدين ايه اللي حصل بعد ما رحتي؟ اللي حصل إن لما ما لقيونيش بلغوا أمن الدولة، وإن هم جوزي وأهلي يعني بلغوا أمن الدولة إن أنا مش موجودة. طلع كلام بقى في البلد إن أنا مخطوفة وإن أنا حد خاطفني عشان يأسلمني، والكلام ده هو اللي يمكن سبب الحكاية دي كلها يعني. بس بعد كده أمن الدولة وصل لي المكان اللي أنا كنت فيه. بعد كده خدني وسلمني لأهلي يعني. أنا أخ مشيت أخ يوم أخدوك من عند قرايبك؟ اه أخدوك على القسم أولا ولا لا؟ على أمن الدولة لزغلي. واستجوبوك؟ قعدت عندهم كم؟ هو يوم قعدت إنه ليلة يعني. يوم وليلة؟ قالوا يوم واحد. لا يوم يعني واحد؟ هي اه يعني رحت الصبح مثلا وأطلقوك المساء أو؟ رحت بالليل، وثاني يوم بالليل كنت يعني سلموني لأختي. رحت معلش لو تعيديها مرة تانية، ما سمعتهاش كويس. ماشي، رحت بالليل. يعني هما اللي بيجوني عند أهلي قرايبي اللي هما كنت عندهم بالليل. أيوة. تاني يوم يوم الخميس بالليل. تاني يوم الجمعة كنت أختي جت استلمتني من أمن الدولة. فهل استجوبوك وعملوا معاك تحقيق ولا لا؟ استجواب عادي يعني. كانوا بيسألوني انت فين وكنت فين، ايه سبب ان انت مشيتي كده يعني. استجواب عادي، ما عملوش اي حاجة غير كده يعني. طيب لما رجعتي رجعوك فين؟ هل ممكن تقولي لنا ولا لا؟ اختي استلمتني. بعد كده رحت في مكان اهدي اعصابي. يعني بعد كده رجعت لجوزي عادي ورجعت لابني وكملنا حياتنا عادي. أختك اللي استلمتك من أمن الدولة؟ اختي اللي استلمتني. اختي طيب وجوز اختي. أختك وزوجها. ورحت معاهم لحد ما استريحتي، وبعدين رجعتي لأبونا بعد كم يوم تقريبا؟ مش فاكره الفتره بالظبط، بس هي تقريبا من شهر او اقل من شهر. فعشان تهدأ الأمور بينك وبينه قعدتي شهر معاهم كده. اه طيب عايزين نعرف بقى ترددت أقاويل كتيرة إنك أسلمتي، إنك رحتي عند الشيخ أبو يحيى. هل بتعرف الشيخ أبو يحيى ده اللي طالع من قريب أو من بعيد؟ ما عرفتوش غير عن طريق النت والاعلام يعني. ما اعرفش عنه اي حاجه. انا اول مره اسمع عنه، وما اعرفش هو طلع ليه الادعاءات دي كلها. هل قابلتيه في أي يوم من الأيام في حياتك؟ عمري. انا اول مره اشوفه كنت على شاشه النت. اول مره اشوفه يعني. طيب لكن عمري ما سمعت ولا عمره هو شافني حتى. في وقت قالوا انك اسلمتي، هل فكرت في الاسلام في اي وقت في حياتك وقلت لشخص انك تريدي ان تصبحي مسلمة مثلا؟ لا مستحيل. مستحيل ان انا اقول كده، ولا قلت ولا هقول. انا مسيحيه وهفضل طول عمري مسيحيه. ولو رست على ان انا يعني يموتوني عشان افضل مسيحيه هفضل مسيحيه. هل شككت في دينك المسيحية في اي يوم من الايام؟ لا طبعا. انا المسيح ده في دمنا من واحنا صغيرين، من ساعه ما خدنا الميرون وانا مسيحيه. وانا واسرتي كلنا متدينين، وكل العالم كل المواقف عارفه عننا كده ان احنا مسيحيين ومتدينين وما بنسيبش الكنيسه. ومن واحنا صغيرين متربيين في الكنيسه، وحياتنا كلها في الكنيسه.
خدماتنا في الكنيسة، لما بنحب نترفع بنروح الكنيسة، كل حاجة حياتنا في الكنيسة. أنا عايز أسأل سؤال صريح، معلش وسامحيني. هل في أي يوم من الأيام اعتقدت أنه محمد رسول من عند الله والدين الإسلامي دين من عند الله؟ لا طبعا. أبدا. أبدا، مستحيل أساسا إن أنا أفكر في التفكير ده، ولو 1% حتى، 1 في المليون. طب معلش أسألك برضو، قلتي ما شفتيش الشيخ أبو يحيى وما تعرفيش خالص، هل ذهبت للأزهر لأي سبب من الأسباب في حياتك؟ أنا عمري ما نزلت مصر قبل الموضوع ده غير في رحلات، وغير كده ما أعرفش مش حتى أمشي في مصر. عمري ما رحت، يعني كل زيارتي في مصر، مصر القديمة، الكنائس اللي فيها كنائس، أي كنيسة يعني. لكن غير كده ما بعرفش أمشي في مصر أساسا. هل هناك أي صدق للأقوال اللي بتقول إنه لك صديق في المدرسة علمك الدين الإسلامي وعملوا لك حفلة واحتفلوا بيك بسبب دخولك للإسلام؟ لا طبعا مفيش. أنا أساسا المدرسة اللي أنا فيها، اللي الدعوة اللي أنا اتعرفت على واحد هناك، هو اللي علمني أصلا. أنا ما كنتش أعرف أساسا أسامي المدرسين اللي معايا لغاية يمكن قرب بالامتحانات آخر السنة، وأنا خصوصا ما كنتش كملت فيها 9 شهور قبل الموضوع ده يعني. ما كنتش أعرف. حتى المدير بتاع المدرسة لما راح أمن الدولة واستدعوه عشان يستوجبوه ويشوفوا إيه الأخبار يعني، قال لهم ده أنا لو بنتي مش هشكر فيها زي ما شكرت في جماليا. أنا ما كنتش أعرف أسامي المدرسين اللي معايا، كان كل احتكاكي بالمدرسات اللي معايا مش أكتر. يعني حتى أسماء المدرسين معاك ما كنتش تعرفيهم، والمدير قال إيه مرة تانية لأنه ما سمعتش كويس؟ أنا لو بنتي مش هشكر فيها زي ما هشكر في جماليا. أيوه. يعني في صورة منشورة على النت وبيقول أبو يحيى أنك كنت لابسة حجاب أو نقاب ودخلتي على الاستوديو المقابل للأزهر وأخذت صورة هناك. هل سبق لك في أي يوم من الأيام ارتديت الحجاب حتى بالضحك يعني بالهزار، يعني النقاب الإسلامي ده؟ لا ولا ضحك ولا بضحك. أنا ما لبستوش قبل كده يعني. أنا أول مرة أشوفها الصورة، يعني الصورة مفبركة يعني، وباينة إن هي مفبركة يعني. يعني ولا مرة لبست النقاب؟ ولا مرة، ولا عمري حتى غطيت شعري يعني. طيب في الناس بتسألني، طيب ليه في وثائق موجودة عند السلفيين بينشروها ويقولوا اهي عندنا وثائق ودي كانت واخداها معاه عشان تأسلم، ولما اختطفها أمن الدولة بقيت الوثائق معانا منها عقد الزواج مثلا، فايه تفسيرك للموضوع ده؟ أنا من النوع اللي بشيل معايا الأوراق بتاعتي. أنا ساعة ما رحت أمن الدولة كانت معايا الأوراق دي، هم خدوها مني. فالوثائق دي كانت موجودة في أمن الدولة، غير إن الوثائق دي موجودة في أي مكان ممكن يطلعوها، فأنا ما أعرفش هم بقى خدوها من أمن الدولة طلعوها من مكان تاني، بس الوثائق دي كانت معايا ساعة ما كنت مش موجودة في البيت يعني. ليه بتاخدي معاك أوراقك الرسمية؟ يعني باستمرار بيطلبوا منا طلبات الإدارة، يعني أنا مدرسة فبيطلب منا طلبات مدرسة مؤقتة عشان يثبتونا. كل شوية بيطلب منا طلب، هاتوا ورق كذا هاتوا ورق كذا، فبخليها معايا عشان ما احتاجش إن أنا أروح البيت أو عاوز إن أنا أدور على ورقة، بيبقى معايا ورقي كله بحيث إن أبقى جاهزة في أي وقت. طب كان في صور برضو، صور قديمة وحاجات ما أعرفش بالظبط، لكن كان في صور شخصية، هل دي كانت معاك برضو؟ كان معايا بعض الصور موجود معايا في شنطتي برضه اتسرقت. فهل بتعتقدي إنه أمن الدولة سربها للناس التانيين أو حاجة زي كده؟ الله أعلم، أنا ما أعرفش بصراحة، ما أعرفش هي وصلت لهم إزاي، يعني ما أقدرش أجزم هي وصلت لهم إزاي، لكن كل اللي أعرفه إن هو كان معايا وكان خدوها مني أمن الدولة. طب غير كده ما أعرفش أي. في حاجة برضو بيقولوا أخرجتي مبلغ من البنك، مبلغ محترم كده قبل اختفائك، كان زوجك يضع عندك العطاء أو التقدمة أو حاجة زي بتاع الكنيسة، ورحتي طلعتيها أمانة منك وحطيتيها وبعدين تركتي له رسالة وتركتي البيت. لا أولا أنا ما تركتش رسالة، ثانيا الفلوس دي كانت فلوس التحويش بتاعت فلوس يعني محوشينها أنا وهو وفلوس أخو جوزي. فأنا دركت على إن إحنا عندنا شقة جديدة فكان هيشطب فيها، فأنا سبتهم له عشان أساس إن هو هيشطب
عشت في شقة في الفترة اللي أنا خفت أحسن يعوزها في الفترة اللي أنا مش هبقى موجودة فيها، حسيتها له مش أكتر. ففعلا اخذت فلوس من سحبتيها وحطيتيها؟ حطيتها في البيت بس بدون رسالة، إن أنا سايباها في البيت في المكان اللي إحنا بنحط فيه فلوسنا. طب ازاي عرفوا هم المعلومة دي؟ مين عرفها؟ ازاي وصلت لهم؟ يعني والدي لما عرف المعلومة دي جالها الأمن الدولة، بالتأكيد هما عرفوا الأخبار دي برضه من أمن الدولة. والدك صرح بالموضوع ده للأمن الدولة؟ اه. طيب هما كانوا بيدوروا على أي وسيلة إن هو يوصلوا لي، يعني كانوا مجلجلين عليا، فكان أي معلومة يعرفوها كانوا بيروحوا يقولوها على أمن الدولة بحيث تساعدهم في البحث عني يعني. هل في شيخ بيقول عنه أبو يحيى أنه من عندكم من دير مواس اسمه الشيخ حظ محمد خليفة، وبيقول أنك تعلمت الإسلام على إيده، هل في أي صدق للأقوال دي؟ أنا أول مرة أسمع الاسم ده من حضرتك، يعني ما سمعتش الاسم ده من قبل كده، حتى مش موجود في المواس حد شوف اسم الشيخ حظ. طيب عايز أسألك عن الكنيسة، هل الكنيسة احتجزتك في أي وقت من الأوقات في حياتك؟ لا خالص، الكنيسة ما عملتش أي حاجة في موضوعنا ده غير إن هي احتضنت المظاهرات في الأول خالص، غير كده ما لهاش أي علاقة، ولا هي استلمتني زي ما بيقولوا. أنا أختي اللي استلمتني، المكان اللي قعدت فيه فترة عشان أريح أعصابي كان بعيد عن الكنيسة خالص، ملوش أي ارتباط بالكنيسة. الكنيسة ما لهاش أي ارتباط بقصتنا، وأنا مش عارفة هما إزاي بيقولوا إن أنا محتجزة وإن هما عملوا لي غسيل مخ والكلام ده كله، ما حصلش. الكنيسة ما لهاش أي ارتباط بيا في الموضوع ده خالص يعني. هل الكنيسة أجبرتك على الرجوع لزوجك ولا لا؟ مفيش أي إجبار من ناحية الكنيسة، ده إحنا حلينا الموضوع مع بعض وخلاص يعني. المشكلة زي أي مشكلة بيتدخلوا الأهل وبيحلوا المشكلة، بيرجعوا الزوجين لبعض، ما كانش في أي حاجة تاني. طب معلش، في ناس أنا طلبت أسئلة من الناس على الإنترنت وقلت لهم يبعتوا لي قبل ما أعمل المقابلة، وفي ناس بيقولوا تسببت لنا في أذى كتير وتسببت للكنيسة ويا ريت ما كانتش عملت كده. هل حضرتك ندمة على أي أخطاء ارتكبتيها؟ وهل بتطلبي السماح من أي حد؟ أنا طبعا ندمت على إن أنا مشيت من البيت قبل ما أقول لأي حد، كان المفروض أبلغ أي حد حتى من إخواتي من قرايبي، لأن لو ما كانش حصل كل ده. تاني حاجة أنا بحب أعتذر لبابا شنودة، كل اللي أنا سببت له من أذى ومظاهرات وقلة أدب بتاعة المتظاهرين بتوع السلفيين. أنا بعتذر له، مش يعني مهما اعتذرت مش هقدر أعتذر على اللي حصل يعني. ده هو يعني كتر خير بابا شنودة معاهم يعني ومعايا بسبب المشكلة بتاعتي.